السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم ناصر المحجوبي في حلقة جديدة إن شاء الله. اليوم سوف أريكم كيفية تبديل هاتف أو تظبيط الحاسوب نوعا ما. فكما أقول لكم هذا هذا البار أو ما أدري. وطريقة الكتابة: أول شيء عليك الدخول إلى ضغط على اليمين الزر الأيمن، ثم الضغط على personalize، نضغط عليها. هنا تأتينا اختيار الخلفية، نختار أي خلفية عادي. فأنا أريكم هنا كولار دو فناتر، نضغط عليه، نختار هذا الكولار. شوف مثال أحمر وكولار فينوتريت، نلاحظ أو أزرق كما لاحظتم معي. نضغط ريجستر، وهذا كيفية تغيير هذا البار. هنا كيفية تغيير اللغة: عليك بالذهاب إلى بارامتر دابرونس افونسي، نضغط عليها ديريكت. هنا نذهب إلى ايكون، ثم نحول اللغة إلى ما نريدها. مثل هذه اللغة نقوم بعمل ابليكي، نلاحظ تغيير هذه اللغة، وإنه نريد نكبرها تكبر معنا، بس نختار لغة أوضح تكون يعني جميلة. هذه اللغة منها متوفر إلا 240 عفوا 24. فنختار أي لغة، المهم أن تكون مناسبة. لغة ونختار الطي الخاص بها 3، أي جودة كتابة. نختار مثال هذه تينجا ونضعها في 9. يعني نختار أي كتابة أصدقائي في الله ونحولها ثم ريجستر. وبالتالي نقوم بتغيير قمنا الآن بتغيير جودة الكتابة بكل شيء. يمكن أن تختار خط أوضح. فالمهم كما شفتم خيرنا جودة الكتابة وفتح الفينترات. كما شفتم هنا اللون الأزرق، ويمكنك وضع غير هذا اللون، اختيار أي لون تحبه. كان معكم أخوكم نظر المحجوبين. إن شاء الله الحلقة استفدتوا منها.